السوبر المصري وحلاوه السوبر المصري. خلاص بقى بكره الماتش. بكره ماتش اهلي مع سيراميكا الساعه 5. وبرضك بكره ماتش الزمالك مع بيراميدز الساعه 7:30. شويه كده احصائيات عاوزين نقولهم بسرعه كده. اولا اللي هيحكم ماتش الاهلي مع سيراميكا هو محمد البنا، واللي هيحكم ماتش الزمالك مع بيراميدز محمد معروف. طبعا احنا عارفين محمد معروف. بص بقى شويه كده ايه احساب بسرعه كده. القيمه التسويقيه للنادي الاهلي 38 مليون يورو. القيمه التسويقيه تاني قيمه تسويقيه بعد الاهلي هو بيراميدز ب 22.5 مليون يورو. ثالث قيمه اللي هو الزمالك 15.45 مليون يورو. اخر قيمه اللي هي سيراميكا 8.25 او 35 مليون يورو. دي القيمات يعني الاهلي بيراميدز الزمالك سيراميكا. ده بالنسبه للقيمه التسويقيه للفرق اللي مشاركه في السوبر المصري اللي هيتلعب بكره في الامارات، وهيبقى نهائي يوم 9. بص، لو بصينا في ترتيب الدوري، يعني الترتيب الدوري كده بتاعنا هنلاقي سيراميكا الاول، يعني الثاني، الزمالك الثالث، بيراميدز الرابع. بقى بيراميدز مع فرق اللي كلهم لسه ماتشات. لو اتكلمنا في النتائج هنقول ان بيراميدز اعلى نتائج، ده حق يتقال. وسيراميكا اللي محدش، يعني سيراميكا اول الدوري محدش بيتكلم عنها في الاعلام خالص، وعلي ماهر عامل معاهم شغل عالي عالي عالي. يعني السنه دي هيبقى سوبر. هنتفرج على سوبر. بامانه السوبر السنه دي بالفرق ديت سيراميكا والاهلي والزمالك وبيراميدز. لا، هنتفرج على سوبر حلو في الامارات. انا مستغربه اصلا السوبر المصري بتاع في الامارات. بس يلا احنا بقالنا كام سنه متعودين على الكلام ده، مش مشكله. بس الاربع فرق اجمد من بعض. لو على اخر ماتشات هنقول الاهلي مش كويس، سيراميكا كويس، بيراميدز كويس، الزمالك والاهلي مش كويسين. يعني بالمنطق كده ممكن نقول ايه، يعني مثلا ايه. طب بالمنطق هنقول ايه، بس سيراميكا هيقابل بيراميدز في النهائي، والاهلي والزمالك هيقابلوا في الثالث والرابع. بس في حاجه اسمها التاريخ. يعني ايه تاريخ؟ لو بالتاريخ الاهلي واخد 15 بطوله سوبر، 15 بطوله، والزمالك اربعه، سيراميكا ما خدتش بطوله ولا بيراميدز خدت بطوله. ده بالتاريخ. والتاريخ بيقول، او اي بطوله بتقول لو الاهلي والزمالك فيها يبقى المرشح الاول للزمالك، الاهلي للزمالك، او الزمالك او الاهلي. ده في بطوله السوبر او في اي بطوله الاهلي والزمالك يكون فيه. وكمان يعني المتفق عليه كلنا احنا عارفينه ان ال 90 دقيقه او الملعب ما بيعترفش غير باللعب في قلب ال 90 دقيقه. وتيشيرت الاهلي تقيل وتيشيرت الزمالك تقيل. اه هتقول بيراميدز داخل في المنافسه سيراميكا الاول، هقول لك اه بس برضه يظل المنافس الاول في اي بطوله الاهلي والزمالك. عشان يبقى الكلام واضح. يعني انا مع اللي بيقول ان الاهلي والزمالك ممكن يبقى اول وثاني يلعبوا في النهائي. انا مع الناس دي. تقول لي إيه اللي يخليك تقول الكلام ده؟ هقول لك التاريخ بيقول كده، الاهلي والزمالك كده. وخصوصا يعني بص، يعني لو اتفرجت على اي ماتش في اي بطوله في اي دوري هتقول كده، هتقول لك الاهلي يكسب، الزمالك يكسب. صح؟ اي ماتش في الدوري تقول الزمالك، اي فريق مع الزمالك والاهلي، الاهلي يكسب، الزمالك يكسب. بعد كده اللي بيحصل بقى بعد كده بيبقى ايه؟ زي مفاجآت. اما هتيجي تقول لي هقول لك لا، سيراميكا فريق جامد، علي ماهر عامل شغل عالي. فازوا بالسوليه لما راح معاهم بن حاج حلو. هقول لك في بيراميدز فريق جميل، لسه واخدين كاس افريقيا، واخدين السوبر الافريقي. فريق عاوز ينافس، واخد بطوله الانتركونتيننتال. هتقول لي على سيراميكا، هقول لك سيراميكا زي ما احنا قلنا. هتقول لي الاهلي والزمالك، هقول لك الاهلي والزمالك فيهم مشاكل. بس مشكله الاهلي غير مشكله الزمالك. طب هتقول لي ايه؟ اقول لك مشكله الاهلي مشكله توزيع الافراد، او توزيع اللعيبه في الاماكن بتاعتهم. دي مشكله الاهلي. ده اللي احنا كلنا في امل المدرب بتاع الاهلي ان يعمل توزيع حلوه لغايه ما يناير يجي ويشوفوا اللعيبه اللي كتيره، اللعيبه اللي هم بيقولوا هيجيبوها مش هيجيبوها. يعني النهارده مثلا رسائل من مدرب الاهلي، قال لك ايه؟ انا عندي الهجوم ماشي، بس الدفاع هو اللي بيجيب لي البطوله. دي رساله هو قالها قبل كده. تاني برضه رساله، قال لك انا نفسي اشوف جمهور الاهلي. جمهور الاهلي لو شفته في مدرج استاد زي استاد القاهره
او اي استاد هتلاقي جماهير الاهلي بالملايين. معاك مدرب الاهلي الجديد اللي هو، والله لغايه دلوقتي لسه مش حافظ اسمه. بس انا بقول لك يا مسهل، عايزين بقى نعيش في جو السوبر ان شاء الله، ويبقى ماتش ممتع ان شاء الله. بس انا متفائل، انا متفائل. ليه هتقول لي متفائل؟ هقول لك لما الاهلي بيروح بالمستوى ده، اللعيبه بتشد حيلها، اللعيبه بتلعب، اللعيبه بيتحط عليهم لود كده ان انتوا لازم تلعبوا. وخصوصا ان الكابتن صالح حفيظ سافر النهارده، سافر وعمل اجتماع مصغر كده مع الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكوره، واتناقش على كل حاجه. بس الخوف من سيراميكا في حاجه، سيراميكا بتلعب لعب جماعي جميل، وفي تنسيق بين اللعيبه. انا بتكلم بكره على ماتش الاهلي وسيراميكا، في توزيع، في، لا، علي ماهر عامل شغل عالي في سيراميكا، خصوصا ان مفيش حد الاهلي بيتكلم عنه، عامل عليه تعتيم تام. بس سيراميكا فريق تقيل، فان شاء الله بكره ان شاء الله هنلاقي ماتشين، ماتش الساعه 5 بتاع الاهلي وسيراميكا، وماتش الساعه 7:30 بتاع الزمالك وبيراميدز. هنشوف ماتشين في غايه الروعه، وان شاء الله الاهلي يكسب، دي امنياتي. وهنقول يا مسهل. هتقول لي التنقلات الجديده اللي بيقولوا عليها الكلام كتير يا جماعه، لما يجي شهر يناير لسه ما حدش يعرف حاجه. يعني اللاعب المغربي اللي بيقولوا عليه ده اقل من 18 سنه، بيقول لك لاعب حلو، مع بطوله كاس عالم للشباب، هيبقى تحت السن، هيبقى كله تمام. بس انا ما بحبش اتكلم على الصفقات او بتكلم على مين جه او مين اللي هيمشي غير ما يبقى رسمي. هتقول لي ما هو لازم تفهم، اقول لك ما كله هبد، فكله بيتكلم هبد. طب النهارده بعد ما كله قال لك ده هيجي ومش هيجي، قال لك لا اللعيب قال لك انا اعتبرني في النادي الاهلي، وبعدين طلع تاني اخبار قال لك لا انا لسه ما فيش حاجه حصلت. انا لما المدرب، لما النادي اللي انا بلعب فيه يطلع يقول تصريح ان انا خلاص اتنقلت الاهلي، يبقى اتنقلت الاهلي. فانا ما بحبش اتكلم في الهبد ده. فيا مسهل ان شاء الله الاهلي يكسب بصوره سوبر. امنياتي وامنيه الاهلي وهي كلهم ان الاهلي يكسب السوبر، ونقول لكم يا مسهل الحال، شدها لك يا اهلي، احنا كلنا على الامل معاك. انا مش متفائل سيكا، بس انا بقول لك الاهلي ان شاء الله راجع بكاس السوبر. ان شاء الله الاهلي لاعيبه تبقى رجاله وعلى قد المسؤوليه، ونقول لكم سلام.